النهارده جاي اجاوبكم عن اكتر سؤال اتسال في السوشيال ميديا، وهو انا اقدر اتعلم برمجه لوحدي؟ سهله وبسيطه، ينفع. انت ينفع تتعلم برمجه لوحدك، واي حد كمان يقدر يعمل كده، لان دلوقتي المصادر دلوقتي اتوفرت اونلاين، وفي كمان مجتمعات كتيره برضو اونلاين، في ناس كتيره تقدر تساعدك. فلو بتفكر ان انت تتعلم برمجه، في حاجات كتير لازم تعملها. الاول لازم تختار اللغه اللي انت عايز تتعلمها، لان في لغات برمجه كتير وكل واحده ليها نقاط القوه بتاعتها ونقاط ضعفها. مجرد ان انت اخترت اللغه اللي انت عاوز تتعلمها، تدور على مصدر مضمون تتعلم منه اللغه دي. مجرد من ان انت تتعلم الاساسيات، لازم برضو ان انت تمارس، تجرب تطبيق يعني. وافضل طريقه لتعلم البرمجه معروفه، الممارسه. تقدر ان انت تكتب كود سهل وبسيط، واحده واحده كده هتلاقي نفسك بقيت بتكتب برامج كبيره جدا. الخلاصه، تعلم البرمجه ممكن يبقى صعب شويه، بس مجزي في الاخر. لو انت جاهز ان انت تحط مجهود كبير عشان تتعلم برمجة وتطور نفسك وتبقى مبرمج تنين مجنح، اتعب ودور على مصادر. في النهاية اشكرك على المشاهدة، ولو احتجت اي سؤال ممكن تكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي فولو. شكرا.